مملكة الأحزان، سلطان زعلان ما قدرش يضحكه أي إنسان. وبعدين فلت وزير، مش لاقي حد يضحكني ومن حزني يخرجني، حتى المهلبية ما بقتش تفرحني. فين كوميديان؟ الوصول يا مولاي، جبت لك كوميديان من مصر، خصوصا من مدينة نصر، علشان يرجع البهجة للقصر. اسمه حبهان الفنان يطلب مقابلة مولاي حمادة سلطان البلاد. ما تستعجبش ما تستغربش، لا 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 لا، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش، وناس بتصغر ولا تضحكش. ايه الجو ده؟ حبهان، ناس بتكسب ولا تتعبش؟ ايه الكلام ده؟ لا لا طبعا مش قصدي عليكم انتوا طبعا بتتعبوا جدا ما شاء الله، ده كفايه قماش التنجيد اللي انتوا لابسينه ده متعب جدا. بعدين العرش شوف كام سلمه عشان يطلع، حضرتك عشان تطلع العرش بتتعب موت. فلت خلاص، فين كوميديات؟ ثانيه واحده ده انا هبهرك. اهواجي اتجوز مراته خلفت طفل. يا مجرم حد يقول كده. واحد اصلع اتخض شعر ايده وقف. يا راجل بيحصل كده؟ انا اتفاجئت تصدق. دكتور بيطري بيسالوه انت شاطر، قال لهم اسالوا اي حمار. امان ربي امان، انت بتخلي عروسه تكلم عظمه السلطان؟ خلاص يا عم بلاش عروسه، بعدين حضرتك دي مش عروسه، ده انا اللي بتكلم، ده انا بتكلم من بطني، دي حيله صايعه جدا بتضحك الناس خالص، بالذات الاطفال اللي في سن حضرتك. غلط، انت تتكلمي من بطنك؟ ايه القرف ده؟ مولانا السلطان مالوش في العرايس، ادخل عليه بأي حاجة تانية. الحكاية اللي انت قلت لي عليها اللي بتضحك قوي. اللي بتضحك اللي بتضحك خالص دي. أيوة. والله عندي دلوقتي طالعه كنت شايلها لعيد ميلاد ابن اختي، لكن انت ما تغلاش عليك يا مولاي السلطان. اسمع دي فقره النكت الملوكي. بيقول لك مره ملك دخل على الفيسبوك عملوا له تاج في كل الصور. وايه يعني؟ كل الملوك بيعملوا لهم تاج، فين النكته؟ اصل في التاج بتاع الفيسبوك اللي هو تاج تعمل في صوره وتحط فيها، وفي التاج اللي هو فده افيه. لا ايه يا برنس ما تزق معايا تقول اي حاجه. حبهان يا مولاي السلطان يقصد التاج بتاع الفيسبوك. انزل بمستوى الذكاء شويه. انزل اعمل ايه؟ اروح فين اكتر من كده؟ ده الحاج ما فيش حاجه عجباه، ده ضرب لي مفك في البضاعه كلها تحت. والله العظيم بيجيب صريخ عندنا في مصر. بهلفان فاشل، انا قلت تصحي اسود عشان تاكل بهلفان. ايه ده ايه الافوره والصدى ده؟ ولو لقيت اسود نايمين سيبهم نايمين، لان هم مطبقين من امبارح في اعدامات. ارمي للنمور او فهود، ولا اقول لك ارمي للسلحفات. السلحفات بتصحى بدري. يا عم اعدمني باي شكل ان شاء الله، ترميني للارانب حتى. ايه ده؟ والله ده لو حسام البدري كنت ضحكته. انت اتجننت بهلفان؟ بتعلي صوتك في بلاط سلطان؟ يا عم بلاط سلطان ايه ده وانت الصادق؟ ده سيراميك سلطان. بيقول لي سيراميك عشان انا قلت بلاط. عارف ممكن ايه تاني غير سيراميك حبهان؟ ممكن بورسلينات. يا سكر. استنى ممكن كمان باركيا. ده انا جاي شطب شقه بقى. انا لا يمكن اقول الكلام الفارغ ده، انت بتزقني لسكه مش تمام يا بيه. الحاجات دي ما تتقالش. قلش. ما تتقالش؟ ماتت امتى قلش دي؟ لا يا بيه انت فهمتني غلط، انا مش قصدي على القلش اللي هو القلش. ولد لو هتعصى اوامر سلطان ارميك للاسود، انما لو تقول قلشات تاكل مع سلطان مهلبيه. لا ما دام فيها اسود او مهلبيه يبقى سامحني يا رب، يبقى مهلبيه ومهلبيك. يلا بقى تبقى محلة كبرى. وزير انا عايز قلش في كل مكان، عايز الشعب كله يقلش. الشعب هيقلش بالعافيه؟ ده حكم قلقوش بقى. وزير والله اللي فاتت دي هي اللي حلوه. انا عايز حبهان يعين رئيس مجلس اعلى للقلشات، وكمان خليه يتعين مهرج خصوصي لسلطان. تعرفي تهرجي بهلفان؟ لا بدم في مجلس بقى ومهرج خصوصي وسلطنه، لا ده انا مش ههرج، ده انا ابويا مهرج عليا ما زعلكش. وانا مش ههرجك من هنا. ده انا بعد اذن عظمتك ههرج مخدرات. يلا بقى بدل الموضوع كده. وضحك الملك الحزنان من غلطة الكوميديان حبهان،
فمن يوميها القلش انتشر وأصاب كل البلاد بالخطر. خطر على بالي. الله يجازي اللي كان السبب. طب سمعتوا النكته اللي بعديها؟ بيقول لك مره واحد جه يقعد على القهوه لسعته. لا حلوه يلا. خش يا عم خش يلا. ايه ده؟ ايه ده رضا جاي هناك اهو. فين؟ اهو. ده هو صحيح. طب بقول لكم ايه؟ الحق انا اخطف العشاء ركعتين في السريع واجي. لا يا حلو رايح فين؟ اقعد ايه يا عم ما تقعد يا عم صلي على النبي، في عشاء الساعه 10 الصبح اقعد. ما هو يا جماعه ما ينفعش كده، كل يوم بيسف عليا انا. هو ايه؟ هيجي يعمل لي نمره القعده. يا رجاله يا رضا. ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ يا حبي ازيك؟ ازيك يا حمزه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا رضا؟ الحمد لله. ايه نظامك بقى النهارده؟ انت حمزه عادي ولا حمزه على الف ولا حمزه على نبره؟ لا حمزه على سطر. يا ابني ايه الافيه كده؟ ما ده نفس التشكيل، ما انا قلته. بنتعلم منك يا رضا بنتعلم. جرى يا رضا، هو كل يوم نفس القلشه مفيش جديد؟ لا يا عم خلاص بلاش منها. اقول لك على حاجه، يبقى حمزه 6 7. حلوه دي. ايه يا عم ايه ده؟ احنا لسه بنقول كلمتين، ده لسه واصل، ده انا لسه يعني حمزه حبيك الارض. دي اعلى من الاولانيه. بس ايه الحلاوه دي؟ النهارده نيو لوك ودلع ومسرح شعرك. ايه اللمعه دي يا ولد؟ دي حلوه جدا دي. ايه عاملها فين دي؟ عاملها عند محمد الصغير ولا في بنزينه التعاون؟ كرياتين ده لا مش كرياتين يا رضا. يبقى كرياتين شوك يا كرياتين برشوم يا ابني. ما هو نفس المنطقه يعني، انت اضفت ايه؟ فين الضحك؟ ايوه بس في واحده منهم فيها شوك. تفاصيلك انت اللي قايل لي. لا ركز في ممكن تضحك بس ما تقولش حاجه. ها الله وجزمه جديده وشياكه وحركات. ايه يا حمزه ايه الحلاوه دي؟ ها بقول لك ايه بقى، بص ما تبقاش تنسى تسيب الجزمه على الباب عشان ابوك رايح مشوار. خمسوا فيها بقى وعادي كده. وسيب الحزام عشان عمك رايح مشوار. يا ابني انت بتلعب اكمل. ايه الافيه في كده؟ فين الضحك؟ ايوه بس ده مشوار تاني. احنا بنضحك على المشوار بقى، ما بنضحكش على بنتعلم منك يا عم رضا بنتعلم. علمني تفاصيل. لا استنى، الجناب دي بقى ايه؟ لا ما شفتهاش دي. الجناب دي جديده، دي جايه مع الجزمه. اقول لك بقى دي فيها ميزه، تنزل الميه كده وانت سايب ايديك بقى عشان خاطر معاك العوامه. تطفو بقى كده وتسيبينك وتطلع فوق بقى. ما خلاص يا رضا ارحمني يا اخي، مش كل ليله يا اخي. خلاص بقى يا جماعه خفوا على الراجل شويه. ايه ده انت بتزعل ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، معلش انت حبيبي والله العظيم ما قصدي. الواد ده قليل الادب ما بيحترمش حد. لا اسلوبك بص اتضايق ازاي. لا انت حبيبي يا حمزه، حبيبي انت حبيبي من ايام ما كنت لسه في جنينه الحيوانات. ايوه وجنينه الهرمان. يا ابني فين الفكره؟ جنينه الحيوانات فيها شيء لكن ما ايوه بس فيها جنينه. يعني فسحه وفرح ودنس مرح. دانس. استنى صح فكرتني يا حمزه، كويس ان انت جيت النهارده. بس اقول لك انا بامانه بقى بجد صحيح راسك وحشني قوي. ما تقوم ترقص للرجاله. انزل عوام يلا. ماشي انا قايم ماشي عشان كده كتير. لا استنى، كتير مش قلت. كتير بالسجق. يا ابني انا اي افيه اقوله انت تاخده تحشيه وتحط. ايه ده؟ حلاوتك يا عم رضا حلاوتك. خلاص يا جماعه صلوا على النبي. هو عشان عيل غلبان بتقعدوا تحفلوا عليه؟ غلبان ولا مش غلبان؟ لا بقول لك يا عم طلعت، انا بسف على اي حد في القهوه دي انا بسف على التخين وانت عارف الكلام ده كويس. بنسف على التخين وانت عارف الكلام ده كويس. خلاص يا عم الحاج انت كل شويه تقعد تطبل له. ثانيه، طبل له واشرب ميته. جبت دي نكته الاسبوع دي. ايه يا واد مالك يا واد؟ في ايه يا طلعت؟ ايه ولا عايز تحفل عليك انت كمان؟ اطلعك على المسرح يالا ولا ايه؟ لا بلاش عشان انت حبيبي يا طلعت. اظبط طلعت يا محلى نورها. اللي بيحبها فبقولها له علشان هتحسب يا عم، هتنتش البلوفر. بلوفر؟ الله ده حلو قوي البلوفر ده. في منه رجالي؟ لا ده اخر حته يا حبيبي. خش جوه القسم الحريمي هتلاقي مقاسك. ايه ده؟ انت بتسف عليا؟ مش عايز هري كتير، يلا روح اقعد مع اخواتك دول يا حبيبي واشرب لك حاجه كده، ولا ده ميعاد الرضعه؟ اوعى تقول رضعه العدويه.
اصله بصراحه اتهرس قوي. انا كنت هقول رضا العدويه فعلا. خلاص 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 ما تزعلش. انت اسمك ايه؟ اسمي رضا. طب ونوعك؟ اصل عدم لا مؤاخذه الرضا دي تمشي الاثنين، رجالي وحريمي. يا نهار ازرق، الرضا بيتسف عليه. وانت بقى يا وحش اسمك ايه؟ علي. علي؟ يا رضا بيقول لك يا علي ارمي اي حاجه ما تفضحناش. علي. 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 اتعورت انت كده جامد يا معلم. ما تنساش بقى وانت مروح تعدي على اي صيدليه. ما تنساش وانت مروح تبقى تاخد مسكنات. يا رضا في ايه؟ ما هي على فكره. لا على اساس الصيدليه فيها مسكنات نتعلم منك يا عم علي بقى ولا ايه؟ حلاوتك. ايه؟